مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ انا جاي النهارده اجاوب على سؤال مهم جدا، ناس كتير جدا بتساله لي. علي، ايه هو سبب خساره الفضه عند البيع؟ اعملوا سبسكرايب ويلا بينا نشوف. الاجابه على سؤال سبب خساره الفضه عند البيع او ليه الفضه بتقل جامد قوي لما بتيجي تتباع، هي حاجه واحده بس. ايه هي؟ ان سعر الفضه اقل من سعر مصنعيتها. هي دي بس الاجابه. هل انتوا فهمتوها ولا لا؟ عامه معناها انا هشرحه كله. يعني ايه سعر الفضه اقل من مصنعيته؟ يعني سعر الفضه العالمي او اللي هو دلوقتي عامل كام في مصر عامه؟ يعني عامل 45 جنيه الحل. 45 جنيه الحل اللي هو ايه؟ اللي هو قلنا 999. تمام. و925 هنحيف. فاهمين قصدي؟ الكلام ده كله شرحته في فيديوهات قبل كده. تمام. طيب ماشي. المصنعيه بتبقى كام؟ المصنعيه بتتراوح من اول 50 جنيه تطلع لفوق، تطلع ل 100، 150، 200 جنيه، فحسب كل حاجه. فهندي مثال. انا جبت حاجه جرام، وزنها جرام. تمام. وسعر الفضه كان عامل ساعتها 45 زي ما قلت، وسعر المصنعيه 150 جنيه. يعني المصنعيه 150 جنيه، والفضه سعره دلوقتي اليومي 45 جنيه، وانا اشتريت حاجه جرام واحد بس. طيب ماشي، ممكن نضرب الكلام ده كله عشان نفهم برضو. 150 جنيه المصنعيه زائد 45 جنيه اللي هي سعر الفضه اليوم، يبقى كام؟ يبقى 195 جنيه. تمام. يبقى ده سعر الفضه اللي هو المصنعيه. تمام. لو ضربناها في الحاجه اللي احنا اشتريناها اللي هي جرام، هتعمل لها كام؟ هتعمل لها 195 جنيه. 195 في جرام 195 جنيه. تمام. طب عدى 3 شهور، عايزين نيجي نبيعها. الحاجه اللي الجرام دي هتتباع بكام؟ هنضرب في سعر الفضه فقط. سعر الفضه اللي هو كام؟ اللي هو 45 جنيه. هنبيعها ب 45 جنيه. هنكون خسرنا كام بالظبط؟ هنكون خسرنا 150 جنيه ثمن المصنعيه. لذلك الفضه بتخسر في مصنعيتها او بتقل جامد قوي في مصنعيتها، او في ناس بتقول عليها ان هي بتتنفس فيها الارض. تمام. بتقل التلتين تقريبا. دي الفكره كلها. في حاجات تاني، شغل تاني بيبقى ارخص شويه، اللي هو الشغل المصري اللي هو مصنعيته بتبقى اقل شويه، بتبقى مصنعيته ممكن 50 جنيه، 80 جنيه، 60 جنيه، 90 جنيه، حسب حاجات كده. لكن الشغل المستورد هو اكتر شغل عليه مصنعيه كتير، عشان بيجي من بره. الشغل بيجي من بره. فاهمني؟ فهي دي الفكره كلها. طيب الذهب، هل يعلي الذهب كذلك؟ لا، للاسف الذهب مش كده. الذهب عكس كده خالص. الذهب جرامه اعلى بكتير من مصنعيته، عشان كده مش بيخسر الذهب. سعر الذهب دلوقتي سعر الذهب ال 21 ده دلوقتي عامل 3300 تقريبي. طيب لو حطينا معاه مثلا مصنعيه 200 300 400 جنيه، ده تقريبي، او 500 جنيه احيانا. تقريبي مصنعيه، تقريبي المصنعيه بتبقى كده. قول نحط معاه 500 جنيه، يبقى 3300 زائد 500 يبقى 3800 جنيه. لو اشترينا حاجه جرام برضو هيبقى ب 3800 جنيه. لو جينا بعناها بعد فتره هنشيل 500 جنيه يبقى ب 3300. هنخسر حاجه بسيطه، مش حاجه جامده قوي. دي الفكره كلها. غير ان الذهب عكس الفضه شويه في حوار ان هو بيعلى وبيزيد. الفضه ثابته شويه، بتعلى وبتزيد حاجات بسيطه، لكن الذهب بيعلى جامد وبيقل جامد. فاللي هي الحركه بتاعت الذهب اكتر شويه من الفضه. الفضه بتبقى ثابته شويه، ولما تعلى نص جنيه، جنيه، تقل نص جنيه. لكن الذهب 50 جنيه، 20 جنيه، 30 جنيه كده بتعلى اعلى شويه. معدلاتها بتبقى اعلى شويه من الفضه. فهي دي الاجابه ليه الفضه بتقل قوي في سعرها لما بتيجي تتباع. يا رب اكون افدتكم. لو حد عنده اي سؤال يكتبه في كومنت وانا هرد عليه على طول. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب. شكرا.